مشروع القرن بدأ يا جماعة. إيه هو المشروع ده؟ المشروع ده الدكتور مصطفى وزيري أعلن عنه في صفحته إن هيتم ترميم الهرم الأصغر، هرم منقورة. هيرمموه إزاي؟ معروف إن كل هرم كان بيتصمم على حسب الملك اللي عمل له هذا الهرم اللي هو مقبرته. كل هرم ليه ستايله وليه شكله وليه تصميمه. كانت هي مولدات طاقة على ما أعتقد كانوا كلهم هيكونوا نفس التصميم، نظرا لأن هرم منقورة كان نصه من الحجر الجرانيت، كان الكساء الخارجي بتاعه من الحجر الجرانيت، ودي كانت تكلفته عالية، مميز جدا عن بقية الأهرامات. وكل هرم خلي بالكم فيه حاجة مميزة ليه. مع الوقت حصل كذا مرة زلزال، فالزلازل دي بتخلي الأحجار دي تقع على الأرض. ففي بعض الملوك خدوا من الأحجار دي وبنوا ليهم معابد تانية زي الملك رمسيس الثاني. يعني معنى ذلك إن الهرم ده كان واقع من أيام رمسيس الثاني. الأحجار دي اتبقى منها حبة حوالين الهرم. هيحصل إيه؟ هيطلعوها تاني ويركبوها، ينزلوا بالحفاير لأسفل، لأن الأهرامات زي ما انتوا عارفين أساسا ليها جزء مغمور تحت الرمال، لأن المنطقة دي أصلا كل شوية كان الرمال بتغطي المنطقة كلها لأنها هضبة ومليانة رمال. فهم هيفضلوا ينزلوا لغاية لما يلاقوا الأرضية الأصلية بتاعة الهرم، لأن المنطقة دي مع اللي ما يعرفش كلها يعني كانت فيها أرض، يعني مش سفلتة زي ما احنا بنقول، عشان يقدروا يمشوا عليها. وكان زمان المصريين القدماء علشان يعملوا حاجة لازم كانوا يعملوا الأرضية من الأحجار الصلدة، يعني حجر جرانيت ماشي، حجر جيري أوكي، بس طبعا كان معنى ذلك إن الموضوع قليل أو التكلفة قليلة، فطبعا كنا بنلاقي الأرضية من الحجر الجرانيت، وده كان موجود في أكتر من مكان. يعني ده زي ما تقولوا كده تمهيد للمكان، مش هيقدروا يمشوا في الرملة وكل شوية رجليهم تنزل في الرملة والكلام ده. العملية دي هتقعد 3 سنين تتعمل عقبال ما يرجعوا الأحجار دي تاني لمكانها وينزلوا بالهرم تاني. شارك مع وزارة الآثار في هذا الأمر بعثة يابانية هي هتقوم بالمشاركة في هذا الأمر. وكذا مرة وضحت ليه احنا بنعمل كده، علشان يبقى الموضوع عالمي والناس كلها تبقى عارفة والمعلومة تكون متوثقة أكتر من أكتر من طرف، يبقى كله مشارك. والمعلومات دي مهمة جدا يا جماعة. لا تتخيلوا اهتمام العالم بهذا الأمر، ومتهيألي واضح على رئيس البعثة اليابانية فرحان ازاي بهذا الأمر.